الجريمة حصلت في الهند، يعني الابتكار والإبداع والاختلاف في تنفيذ الجريمة. المجرم قضى سنة بحالها، سنة يدرس ويقرا في كتب عن الجريمة ويتفرج على أفلام هوليود وعلى أفلام في الهند عشان يعمل الجريمة المثالية اللي ما اتحصلتش قبل كده، واللي يعجز فيها التحقيق في الوصول للقاتل. وده اللي حصل فعلا لفترة بسيطة. فكرة الجريمة بتعتمد على هدية العريس والعروسة. في الهند، في بلد اسمها بانجار في ولاية أوديشا، في عيلة ساهو مكونة من 5 أفراد. الزوج اسمه رابيندار كومار ساهو، والأم اسمها سانجوكا ساهو، وابنهم اسمه شيكار، وبنتهم، والأم الزوج. العيلة كلها عايشين مع بعض في نفس البيت. الزوج كومار كان محاضر في علم الحيوان في كلية جواهر لال، أما الزوجة فهي مديرة كلية جونيور جوتي. أما الابن شيكار كان مهندس في شركة إلكترونيات يابانية في مدينة اسمها بنغالور، والبنت كانت لسه بتدرس. يعني العيلة كلها متعلمين وبيشغلوا مراكز مرموقة. في يوم 18 فبراير 2018 كان حفل زفاف الابن شيكار على ريما راني، وبعديها بيومين كانوا عاملين حفل استقبال الأهل والأصحاب عشان اللي عايز يجي يبارك ويقدم هديته. وبعديه ب4 أيام، يعني يوم 22 فبراير، البنت رجعت للبلد اللي هي بتدرس فيها كازاخستان، لأنها كانت واخدة أجازة عشان تحضر حفل زفاف أخوها. أما الأب كان سافر برضو لكازاخستان، بس مش مبينين السبب إيه. المهم اللي فاضل في البيت كانت الزوجة أو الأم وحماتها والعريس والعروسة. تاني يوم اللي هو يوم 23 فبراير كان خلاص الأجازات خلصت والأم رجعت لشغلها، كانت الساعة 10 الصبح. وبيفضل في البيت الجدة والعريس والعروسة، وعلى الساعة 12:45 دقيقة الظهر بيوصل عامل توصيل الطرود من مكتب سكاي كينج، بيوصل طرد للبيت. بيستلمه العريس اللي هو شيكار، وبيمضي على الاستلام، وبينصرف عامل توصيل الطرود. مكتوب على الطرد إن هو هدية، كان عبارة عن صندوق كبير. الاسم المرسل اللي بعت الهدية كان اسمه اس كي سينها. الطرد كان جاي من بلد اسمها رايبور، كانت على بعد 140 ميل من بات نجار اللي هي البلد اللي فيها البيت والعيلة. شيكار ما كانش عارف حد بالاسم ده، بس بما انه مكتوب على الطرد هدية فقال اكيد الشخص ده ما حضرش الفرح ولا قدر يحضر حفل الاستقبال، فبعت هديته بالبريد. فأخد اللفة وراح للمطبخ عشان يفتح الطرد. هناك كانت مراته ريما كان بتطبخ، وهو في الوقت ده جدك دخلت عليهم وهما في المطبخ. بدأ شيكار يفتح الصندوق، فلما فتح الصندوق لقى جواه صندوق أصغر ملفوف لفة هدايا بشريط أخضر كده، ولفة حلوة وشيك. ولاحظ إن هو خارج اللفة دي كان فيه دبارة طالعة بره الصندوق، فشدها. أول ما شدها انفجر البيت باللي فيه. حصل إن هم طاروا من مكانهم، والشباك المطبخ انكسر، والحاجات اللي في المطبخ اتنطرت في كل مكان، حتى الحيطان بتاعت المطبخ اتشققت. شيكار وجدته تعرضوا لحروق بنسبة 90%، وده لأنهم كانوا واقفين جنب الطرد اللي هو فيه قنبلة. أما ريما فكانت بعيد، كانت بتطبخ، فتعرضت لحروق بنسبة 40%. الجيران لما سمعوا صوت الانفجار افتكروا إن أنبوبة البوتاجاز انفجرت، فجروا وراحوا للبيت. لما دخلوا المطبخ لاحظوا إن أنبوبة البوتاجاز سليمة. واحد من الجيران اتصل بالإسعاف، والتاني اتصل بالشرطة، والتالت اتصل بعيلة شيكار عشان يبلغهم اللي حصل. الإسعاف لما جت نقلت المصابين وودتهم لأقرب مستشفى. أول ما وصلوا المستشفى الجدة اللي عمرها 85 لفظت أنفاسها الأخيرة. أما الابن شيكار فبعد ما وصل المستشفى بوقت قصير توفى. أما العروسة عشان حروق فيها كانت ب40% بس، فنقلوها المستشفى أكبر فيها استعدادات أكتر للعلاج. عملوا جنازة الجدة والابن في نفس الوقت. الناس كانت مصدومة، مش مصدقين، لسه حاضرين فرحه من كام يوم. ريما كانت لسه في المستشفى ما خلصتش علاجها، وعشان كده ما بلغهاش بالخبر، وخبوا عليها إن جوزها توفى. عريسها اللي لسه متجوزاه من كام يوم توفاه الله. أول حاجة الشرطة عملت إن هما جابوا فريق إبطال مفعول القنابل،
لأنهم عرفوا إن الانفجار ما كانش نتيجة انفجار أنبوبة البوتاجاز، وإن في قنبلة في المطبخ. وده اللي أكده الفريق أول ما دخلوا على المطبخ، لأنهم شموا ريحة البارود. بدأوا يلموا الشظايا من مكان الجريمة كدليل. الشرطة كانت محتارة إزاي القنبلة دي دخلت المطبخ أو وصلت للبيت ده. بدأوا يسألوا الجيران والعيلة، حد يعرف حاجة عنده معلومة عشان يوصلوا لأول بداية الخيط اللي يبتدوا منه التحريات. لكن مفيش حد عنده أي معلومة. ما عندهمش بقى حاجة يعملوها غير إنهم يستنوا الريمة ما تفوق وتقدر تتكلم ويسمحوا لها بالكلام. عدى أسبوع لغاية ما وصلنا ليوم 3 مارس. يوميها قدرت بقى تتكلم ويسمحوا لها بالكلام. سألوها إيه اللي حصل، قالت لهم الانفجار ده حصل لما فتحنا الطرد اللي وصل لنا من مكتب سكاي كينج. ولأن الحادثة كانت مريعة انتشرت في الأخبار والقنوات التلفزيونية وكانت حديث الناس. الخبر اتنشر في القنوات الإخبارية على إن الشخص اللي بعت الطرد الملغم اسمه آركي شارما، وطبعا ده اسمه مختلف عن الاسم اللي كان مكتوب على الطرد، وده كان عن قصد من الشرطة إنهم ادوا معلومات مغلوطة للإعلام. من تحريات الشرطة عرفوا إن الطرد اتسلم لمكتب سكاي كينج يوم 15 فبراير، وإن وزنه كان 2 كيلو جرام. وعرفوا إن بيانات المرسل اللي هو كتبها في مكتب البريد كانت غير صحيحة وكانت مزيفة، وإن هو ده مش اسمه الحقيقي، وده طبعا أكيد يعني. شرطة ولاية أوديشا راحوا للبلد اللي اتبعت منه الطرد على أمل إن هم يشوفوا سجلات كاميرات المراقبة، لكن لما راحوا المكتب لقوا إن مفيش أصلا عندهم كاميرات مراقبة. لحسن الحظ بعد أيام الشرطة عرفت إن في حد كان بيتابع الطرد أونلاين من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعه اللي كان على بعد 70 ميل من البلد اللي حصلت فيها الجريمة. استنتجوا إن المجرم هو اللي كان بيتابع الطرد عشان يتأكد إنه وصل للهدف بتاعه. لما الشرطة تتبعت موقع الكمبيوتر عرفوا إن هو الموظفة مكتب سكاي كينج. بعد أسبوع من الجريمة الأم كانت شاكة في زميلها بونجي، اللي ده لأنه كان في مشاكل ما بينهم في الشغل، وإن هو الشخص الوحيد اللي كان فيه عداوة ما بينهم. لما حققوا معاه ما كانش فيه أي دليل ضده، عشان كده سابوه يروح. الشرطة عرفت إنه من شهور الابن جات له مكالمة تهديد، كان ساعتها لسه خاطب وما اتجوزش، وكان الشخص بيهدده إن هو لو اتجوز ريما مش هيحصل كويس. شيكار قفل الخط معاه وبلغ خطيبته اللي كانت موجودة على الخط، بس بعد كده ما جاتلوش مكالمات تهديد تانية، دي كانت المكالمة الوحيدة، وعشان كده هما نسوا الموضوع وما فكروش فيه. من سجل التليفونات قدروا يوصلوا للشخص اللي اتصل بشيكار وهدده، وبالتحقيق معاه اتضح ان هو شخص بيحب ريما، طبعا هي مش حاسة بيه وما كانش عايزة تتجوز حد غيره. لما سألوه ايه علاقتك بالطرد قال لهم لا انا مش انا اللي بعت الطرد ده ولا معرفش حاجة عنه. عملوا له اختبار كشف الكذب ونجح فيه، فسابوه طبعا ومشى. ولأن الشرطة موصلتش لأي طرف خيط ممكن يوصلهم للجاني، حققت مع كل واحد له صلة بالعيلة، جيران، أصحاب، زمايل، حتى موظفين المكتب الشحن. كانوا أكتر من 100 شخص، لكن ما وصلوش لأي نتيجة. الشرطة رجعت سجل المكالمات اللي كانت بين ريما وشيكار حتى الكمبيوتر عشان يوصلوا لأي طرف خيط، لكن مفيش أي شيء يدلهم على بداية التحقيق. مر 3 أسابيع من غير ما يوصلوا لأي خطوة لحل اللغز. طبعا ريما كل الفترة دي كانت في المستشفى وما كانتش تعرف إن جوزها توفى. بعد 24 يوم بلغوها بالخبر، طبعا انهارت وكانت واخدة موقف من عيلتها ازاي هم كانوا مخبيين عليها كل الفترة دي وهي ما تعرفش. في اللحظة دي كان في واحد بيصور فيديو للحظة معرفتها بالخبر ده وهي منهارة، وشير الفيديو ده على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده تعاطفت مع ريما وكانوا ساخطين على الشرطة ازاي لغاية دلوقتي ما قدروش يوصلوا للجاني. الفيديو اتنشر حتى على القنوات الإخبارية في التلفزيون وبقى حديث الناس، وكان ضغط على الشرطة، وبسبب الضغط على الشرطة اتحولت القضية إلى شرطة فرع الجرائم في ولاية أوديشا. كان في يوم 23 مارس، وأعادوا استجواب كل اللي كان مشتبه فيهم مرة تانية، وراحوا فحصوا كاميرات المراقبة اللي كانت حوالين المكتب اللي اتبعت منه الطرد، بس ما لقوش ولا لقطة للشخص اللي أرسل الطرد. يوم 4 أبريل وصلت لهم رسالة من مجهول، كانت الرسالة باللغة الإنجليزية وكان فيها حل القضية كلها. الشخص في الرسالة بيبلغهم إن الاسم اللي هم الإعلام بيقولوه آركي شارما ده مش الاسم اللي بعت الطرد.
إنما اسمه الحقيقي أسكي سينها، وإن الجريمة حصلت بسبب الغش في الحب والمال، وإن في نزاع في العيلة حوالين الممتلكات. المحققين قعدوا أيام يدوروا في العيلة إذا كان في خلافات ولا في مشاكل ولا نزاع حوالين الممتلكات بعد ما وصلت لهم الرسالة، لكن ما وصلوش لأي نتيجة ولا أي معلومة تفيد إن هو في فعلا نزاع ولا لأ. بعد أيام لما ما وصلوش لأي نتيجة، رئيس المحققين طلب مساعدة من رئيس قسم الجرائم، بعت له صورة من الرسالة اللي قعد يقراها أكتر من 100 مرة يمكن يوصل لحل بين السطور. وفعلا اكتشف إن اللي بعت الرسالة عرف اسم الشخص اللي بعت الطرد، يبقى كده اللي بعت الطرد هو المجرم. يعني مين هيعرف اسم صاحب الطرد إلا المجرم نفسه. بعت الرسالة على طول على الفحص الكيميائي عشان يطلعوا البصمات من الرسالة، لكن للأسف ملقوش بصمة كاملة على الرسالة، فاضطروا يبلغوا العيلة عن موضوع الرسالة وقالوا لهم إذا كان في نزاع في العيلة عن الممتلكات ولا لأ. قالوا لهم لأ، ما عندناش نزاع على الممتلكات ولا أي حاجة، وكل الكلام ده مش صحيح. فالمهم راح سابوا لهم نسخة من الرسالة اللي يمكن يقدروا يوصلوا حاجة من خلال الرسالة. وفعلا الأم كان شاكة في زميلها قبل كده، وتأكدت شكوكها بعد ما شافت الرسالة، لأن متكررة فيها كلمة دايما بتكون على لسان زميلها في المدرسة أو في الكلية، دايما بيستخدم لفظ معين أما بيكلم في الشغل، فتأكدت إن هو نفس الشخص اللي كتب الرسالة، وقالت شكوكها للشرطة اللي راحوا قابضين عليه وواجهوه بالأدلة. بعد ما ضغطوا عليه قال لهم بقى إيه، في يوم من الأيام بعد ما اتعشيت خرجت بره البيت أتمشى، فوجئت بحد بيتقرب مني، راجل اداني رسالة وقال لي اديها لمدير الشرطة، وإن هو لو ما سلمش الرسالة مش هيحصله كويس. طبعا كلام يتخش في عقل عيل عنده 2 سنين. طبعا ما صدقوش كلامه، بس راحوا فتشوا بيته، وهناك لقوا بقى مجموعة أدلة. ظرف الجواب اللي بعت بيه الجواب للشرطة كان موجود زيه عنده في البيت. لقوا ايه كمان، لقوا نسخة من الوصل اللي بعت بيه الطرد، وكمان لقوا USB كان عليه ملف محذوف قدروا يرجعوه، كان عليه محتوى الرسالة اللي اتبعتت للشرطة. لما واجهوه بالأدلة دي ما كانش عنده إجابة، وكمان عملوا مواجهة بينه وبين موظف البريد اللي استلم الطرد اللي هو في سكاي كينج، وتعرف عليه قال هو ده نفس الشخص اللي بعت الطرد. وهنا بقى ما كانش عنده أي اختيار من إن هو يقول الحقيقة، وانهار واعترف بالحقيقة. إيه حكايته بقى؟ قال لهم قبل عام 2009 كان مدرس لغة إنجليزية في الكلية، وكان راضي بحياته وماشي على ما يرام وكل شيء طبيعي وما عندوش مشاكل. لكن في 2009 اتعين مدير للكلية. طبعا حياته بقت أفضل ومجتمعه بقى أحسن وماديا كان أفضل وكل شيء تمام، وفضل من 2009 ل 2014 مدير للكلية. لكن في 2014 جت اتعينت الأم، عينوها محاضرة لمادة التاريخ، وبعد شهور فوجئ بالمدرسين والطلبة بيقولوا ان هو المديرة دي او الام دي المفروض تبقى المديرة لانها اكبر سنا وانها اكتر خبرة. طبعا لما سمع الكلام ده خاف على مركزه ومنصبه كمدير، لانه ما كانش عايز يسيب منصبه لغاية ما يطلع معاش. هي كانت اكبر منه ب 13 سنة. حاول يطفشها ويعمل معاها مشاكل عشان تسيب الكلية، لكن ما كانش فيه امل، وانهار كل اماله في 25 يناير في 2017 لما وصلت للأم رسالة من إدارة التعليم العالي من أوديشا بيبلغوها إنها بقت رسميا المديرة، وده طبعا خلاه يكرهها ويكره اليوم اللي اتعينت فيه. هو بنى نفسه بنفسه لأن أبوه وأمه سابوه وهو طفل، معرفش بقى ماتوا ولا اتطلقوا، كل واحد شاف حياته ما ذكروش. كان حلمه بيكبر كل يوم معاه، كل يوم كان بيسعى لتحقيق أحلامه، ولما اتحقق الحلم اتحطم في لحظة لما جت اتعينت المديرة، فاتصدم وقرر ان هو يستعيد مركزه بأي طريقة، وكانت خطته ان هو يتخلص من العيلة كلها. قضى 7 شهور يقرأ في كتب الجريمة ويتفرج على أفلام خاصة بالجريمة عشان يوصل للجريمة المثالية. ولما اختمرت فكرة الجريمة في مخه اتنقل بقى للخطوة التانية، يدور ازاي يصنع قنبلة. دور بقى على اليوتيوب وعلى جوجل، ولما عرف ازاي يصنع قنبلة بدأ بتجربة في قنبلة وزنها صغير،
ولما نجحت التجربة وجربها في مكان فاضي عمل واحدة أكبر كان وزنها 2 كيلو جرام. تخيلوا قعد سنة بحالها ما بين قراية كتب وفرجة عن أفلام ودور على ازاي يصنع قنبلة ويصنعها، وكل ده ما تراجعش يوم، سنة بحالها ما فكرش مرة يتراجع. قد ايه الحقد والغل اللي كان في نفسيته. لما بقى وصل ازاي يصنع القنبلة ونجح فيها، حطها بقى في صندوق ولفها لفة هدايا وحطها في صندوق أكبر، واستنى بقى الفرصة المناسبة عشان يبعت بيها الطرد. لغاية ما جت بقى فرصة زواج شيمار وريما، كان في فبراير 2018. طبعا ده كان أنسب وقت على أساس إنها هدية زفاف، وما نساش إن هو يحذف كل سجلات البحث في الإنترنت عشان لما يتحقق معاه ويفتحوا الكمبيوتر ما يعرفوش إن هو كان بيدور إزاي يصنع قنبلة وأحسن جريمة وكل الكلام ده. وبدأ بقى يفكر إزاي يسلم الطرد عشان تكتمل بقى الجريمة الكاملة. في يوم 15 فبراير راح شغل عادي واشتغل وخلص شغله وروح بيته عشان ما يتغيبش وما يصيرش الشكوك. وبعد ما خلص شغله ورجع البيت أخد الطرد بالموتوسيكل بتاعه وراح لأقرب محطة سكة حديد. ساب الموتوسيكل هناك وراح عشان يشتري تذكرة، فلاحظ وجود كاميرات مراقبة، فطبعا تراجع وما اشتراش التذكرة بس ركب القطر من غير تذكرة. معرفش عندهم عادي يعني ولا زوغ ولا ايه بالظبط، معرفش. وما نساش ان هو يسيب تليفونه في البيت عشان ما يحصلش تتبع لموقعه. لما وصل البلد التانية بقى اللي هي بعت منها الطرد، أخد عربية زي التوك توك كده من محطة السكة الحديد وراح لمكتب بريد، كان مكتب بريد تاني غير اللي بعت منه، كان اسمه DTDC. كان الساعة 5:15 مساء. كان طبعا مغطي وشه عشان ما يظهرش في كاميرات المراقبة، وطلب من سواق التوك توك إنه ياخد الطرد ويسلمه لمكتب الشحن، لأنه طبعا لاحظ فيه كاميرات مراقبة داخل مكتب الشحن، ودفع له فلوس على الشغلانة دي. لما السواق أخد الطرد وسلمه للموظف سأله عن الطرد، دخله فيه ايه، انت بتبعت ايه اللي جوه الطرد. طبعا الراجل معرفش يجاوب. المجرم طبعا كان قاعد مستني بره وسمع كل حاجة، راح دخل جوه أخد الطرد ومشى، هو ما قالش ولا كلمة، وحاسب سواق التوك توك وأخد توك توك تاني. وفي الطريق شاف مكتب سكاي كينج اللي بعت منه الطرد. لما سألوه ايه اللي جوه الطرد طبعا كان مجهز الجواب، قال لهم دي هدية زفاف وهي عبارة عن حلويات. ولأنه لاحظ إن مفيش كاميرات داخل المكتب فدخل من غير ما يخبي وشه ولا أي حاجة، وعشان كده هو اللي سلم الطرد بنفسه وما خلاش السواق زي المرة اللي فاتت. وعشان كده الموظف طبعا اتعرف عليه لأنه كان ظاهر بالنسبة له، وطبعا حط لهم أو كتب اسمه مزيف، وبعدين رجع لبلده بنفس الطريقة وفي نفس اليوم. الطرد وصل لفرع مكتب سكاي كينج اللي هو في البلد بات نجار اللي حصل فيها الحادثة. وفي يوم 20 فبراير موظف الطرد أخد الطرد وراح يوصله للبيت. لما وصل هناك لقى بقى حفل الزفاف والبيت كان مليان ناس وكلهم مشغولين، فأخد الطرد ورجع بيه وما سلمهوش. وزيادة في الحرص عشان ما يصيرش الشكوك وما يبينش إن هو في عداوة بينه وبين اللي أخدت مركزه، حضر حفل الزفاف وحفل الاستقبال. وطبعا زي ما احنا عارفين يوم 23 الموظف أخد الطرد ووصله. يوم الدفن المجرم برضو حضر الجنازة وما نساش إن هو يعمل كل الاحتياطات إن هو ما يصيرش الشكوك وإن هو يبين إن هو السبب في المصيبة اللي حصلت. وده زي اللي بيقولوا عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته. طبعا طول فترة التحريات اللي كان قلقان وخايف إن هم يوصلوا له، وعشان كده بعت الرسالة عشان يشتت تفكيرهم ويبعدهم عن بحثهم في مكتب الشحن عشان ما يقدروش يوصلوا له. واخترع حكاية بقى نزاع الملكية وكل الهبل اللي قاله في الرسالة. وعلى الرغم ان هو حاول ان هو يبعد تفكيرهم عنهم، لكن الرسالة دي كانت السبب ان هو يوصلوا له. يوم 24 ابريل اتقبض عليه، ولما فتشوا بيته تاني لقوا بقايا البارود المحروقة اللي هو لما كان بيجرب القنابل اللي هو كان بيصنعها، كان في بقايا البارود كانت محطوطة في المكب النفايات الخاص بيه. وبالتحليل الكيميائي طلع ان هو نفس البارود المستخدم في القنبلة اللي اتبعتت في الطرد. وعلى الرغم من كل الأدلة دي اللي ضده، لكن الشرطة جابوا له كل المواد المستخدمة في تصنيع القنبلة وطلبوا منه ان هو يصنعها، وفعلا قدر يصنعها في وقت قصير جدا، وكل ده كانوا مصورينه فيديو، وكان مرفق كدليل على ان هو المجرم.
طبعا هو مسجون بس لسه ما تصدرش الحكم عليه. العروسة قررت إن هي تعيش مع أهل جوزها وتخدمهم وتقضي بقية حياتها معاهم وما تتجوزش بعد جوزها. إيه رأيكم في الجريمة؟ يعني المجرم أنا حاسة إن هو استنفذ كل ذكائه في التخطيط للجريمة، لكن بعد كده كان في غباء إن هو ساب الوصل، النسخة من الوصل وال... والبارود اللي كان موجود في النفايات وكل الأدلة اللي كانت ضده ديت. حسيت ان هو شخص تاني، يعني اللي عمل جريمة كان ذكي في ان هو يعملها محبوكة قوي كده، لكن وبقى والرسالة اللي بعتها يعني في غباء حصل، يعني استنفذ كل تفكيره. وطبعا سنة بحالة بني آدم الغل والحقد جواه وما تراجعش، ده إنسان مش طبيعي. إيه رأيكم؟ وأشوفكم على قضية أخرى. سلام.